واكشن كوكب التحدي والاثاره اكشن. ماشي يلا بينا. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ والنهارده بقى انا جايب لكم فيديو من اللي قلبك يحبك وكرشك كده يقول لك دلعني. قلبك يحبك؟ اللي قلبك يحبه. قلت قلبك يحبك والله، قلت قلبك يحبك. عيد الفيديو والله لا تعيدها، عيدها اسمع. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالك. اسمع. طب نراهن على كام؟ على رغيف الفينو. انا موافق. يلا. من اللي قلبك يحبك، من اللي قلبك يحبك، من اللي قلبك يحبك. هات فلوس المراهنه. اتكل على الله يابا، اتكل على الله. هات فلوس يا عم المراهنه. اتكل على الله. انا راهنتك ان انت قلت قلبك يحبك وانت يا عم خسرت. اتكل على الله. هو رغيف الفينو اللي هنعمل بيه الفيديو اصلا. امشي يلا امشي. وصفة النهارده بقى من اللي هي ايه؟ كرشك بقى يقول لك دلعني كده يا معلم. هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل وصفة سينابون. بدل ما تروح تدفع بقى 50 جنيه و60 جنيه في حاجات قد كده، هنعمله لك في البيت بعيش فينو. انت متخيل يا مان؟ فما تنساش تعمل لايك بقى عشان احنا بنتعب في تدوير الفيديوهات ديت، يعني بنهبط لك هبدات واستخسر فينا اللايك. يا عم دوس لايك يا عم بقى. ما تديني لايك يا اخي. يلا نبدا الوصفه. اول حاجه طبعا معانا العيش الفينو بتاعنا، هنقطعه من الاطراف كده الحتت الناشفه دي. قطع كده يا معلم. طبعا احنا ما فيش عندنا حاجه بتترمي. هات يا ابني الكلام ده. بالظبط كده. واقسم بقى كده بالنص يا معلم. افتح الرغيف نصين. ايوه اقسمه كده ايه على الاخر. خليه يبقى كده افصله نصين. نعمل كده برده في رغيف تاني. وطبعا احنا ما عندناش حاجه بتترمي. امسك يا سيدوني. هات يا ابو عم. يعني ايه يا اسطى رغيف الفينو بجنيه؟ مش فاهم انا. يعني ايه يا اسطى؟ ما انا مش عارف يعني ايه رغيف فينو بجنيه يا جدع. ما لو كنا قاعدين في مدينتي يا ابو عم. ما عندهمش فينو اصلا. ما اعرفش بيقولوا عليه ايه، بس هو مش فينو زي بتاعنا يعني. مثلا بعد ما عملنا كده يا جماعه في كل الفينو اللي عندنا بالنشابه بتاعتنا بقى يا معلم، واعمل كده امشي عليه كده ايه، افعصه كده. هو هيبقى معاك بالشكل ده. هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط. نعمل بقى كل دوت ونرجع لكم. بعد ما عملناهم بقى يا جماعه كده ايه، اهم مكونين معانا بقى النهارده السكر والقرفه. قرفه ناعمه طبعا. ننزل كده بقى ايه شويه سكر على كل رغيف كده. ايوه كده هون. وبعد السكر بقى ننزل بالقرفه برضو زي السكر بالظبط، نفس الكميه على كل رغيف معانا. بص بقى يا معلم، ركز معايا في اللقطه دي كده عشان ايه لازم تركز. هنلف الرغيف ده كده اهو، فوره كده، افضل لف كده، تمسكه زي ما هو كده على الرغيف اللي بعده وتكمل لف، وهكذا بقى في كل العيش اللي معانا. هو ليه بتاع بيكا بيحب يجي واحنا بنصور؟ نفضل بقى ايه نلف كده يعني. ما تنادى على التعبير كده وتيجي ياكل معانا سينابون. افضل لف كده عشان ايه الوصفه تنجح. بعد ما لفيناهم بقى يا جماعه في البوله بتاعتنا كده اهو، ننزل هنا تبقى بقى ايه تعمل براحتها كده. ده هيكون شكلها. لو عندك بوله اصغر من دي شغال عشان ما تفكش زي ما فكت معانا كده وشكلها باظت بسبب انها كده. بص بقى يا معلم، بعد ما وصلت للشكل دوت هتنزل عليها بشويه لبن مش كتار، يعني يا دوبك الفينو يشرب شويه لبن بس. وانزل كده بس كده حلو قوي. ودلوقتي بقى نحطها في الميكروويف دقيقه. نزود سيكه لبن كده، اصل سنس الهبداوي بيقول لي زود سيكه. دخل بقى يا معلم الكلام دوت كده الميكروويف دقيقه. والان وبعد مرور دقيقه من الوقت نفتح بقى نشوف هذا الشيء نفع معانا ولا ما نفعش. هو شكله مجهد شويه، بس العبره في الطعم بقى مش في الشكل. طبعا مش هنعمله ساده كده، فاحنا هنظبط كده ونجرنش. وده يا جماعه الشكل بقى انا طلعت من الميكرويف. هي ريحتها الصراحه تحفه، بس احنا طبعا مش هنكتفي بكده. نروح بقى ايه نقدم صوص بلو بيري كده عليها من على الوش ودلعها كده يا معلم. تفتكر ان احنا بقى نكتفي بهذا القدر؟ طبعا لا. طبعا لا. بتكلموا مين؟ شيف هبده. ينزل بقى بصوص شوكولاته برضو الناحيه التانيه كده، اللي هو تقريبا خلص. الو طب ايوه جاي اهو. ينزل كده بقى يا معلم وغرق. ده يا جماعه الشكل النهائي بعد ما خلص. يلا بينا بقى ايه ندوق. وهنا بقى النور قطع، وعلى ما نورت الكشاف كنت لقيت المنظر ده. يعني ايه يا اسطى النور يقطع؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتاكل الطبق وانا مش واخد بالي؟ بس يلا امشي العب بيه. انت بتستغل ان الكهرباء قطعت؟ امشي العب بيه يا اسطى انت بتستغل ان النور قطع وبتاخد حاجاتي؟ صاحبي حاجاتك ايه ده؟ طبعا انا اللي عامله. هات يا عمي. مفيش الكلام يا عم هات، هغزك. هات يا. لو غزتني مش هشوفها هباتات جديده مني. صدق اقنعتني خلاص. طب هات بقى ناولني. خد حته صغيره. حاضر. بس كده اتكل على الله بقى. حسبي الله ونعم الوكيل. طب يا جماعه، ونؤسفنا ان احنا بقى نعمل لكم النهايه في الظلام الحالك، بس احنا فضلنا مستنيين بتاع ساعه، وانتوا لما شفتوا النور قطع واحنا بنصور اصلا، فانا هضطر بقى اعمل لكم نهايه الفيديو في هذا الظلام الحالك الملعون. يلا بقى نتعامل. فلو انت بقى عجبك هذا الفيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.
الو النور رجع. افصل يا ابني الكشافات دي. بس كده يا جماعه فيديو النهارده يكون خلص، وبكده نكون عملنا سينابون باحلى 13 ليه 13 اشمعنى 13؟ انا جبت رقم 13 ده منين اصلا؟ بس كده يا جماعه فيديو النهارده هيكون خلص، وباحلى 10 جنيه هتدفعها في حياتك في احلى سينابون هتاكله لو انت واحد كحيان وما اكلتش سينابون قبل كده زيي. وبس لو انت الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. وكالعاده لو عندك هبدات جديده او اي حاجه تجارب فاشله، حاجه عايز تولع فيها، اي بص يا معلم عيش اي حاجه في نفسك انزل اكتبها لي في الكومنتس تحت، وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي هذا الكائن اللي ورا الكاميرا عشان خاطرك. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.